هل تصدق ان بعض الشركات بتبيع لك اخطر انواع الدهون وبتروج ليها على انها صحية، وهي في الحقيقة بتسبب امراض قلبية اخطر من التدخين نفسه؟ وده مش كلامي، دي ادلة علمية موثقة. الدهون المهدرجة والمتحولة مش مجرد خطر بسيط، دي جريمة وافقت عليها كل الحكومات وتركتنا فريسة في ايد الشركات دي حتى سنة 2018 لما اعلنت منظمة الصحة العالمية WHO ان الدهون المهدرجة والمتحولة هي السم الاكثر فتكا في تاريخ الغذاء، وانها المسؤولة عن معدل 7% من وفيات القلب سنويا، يعني نص مليون انسان. وفي نفس السنة اصدرت هيئة الغذاء والدواء FDA حكم تاريخي بمنع استخدام الدهون المهدرجة والمتحولة في جميع الأطعمة، وقالت عليها إنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. في الفيديو ده هوضح لحضرتك يعني إيه دهون مهدرجة وموجودة فين وإيه بدايلها وإيه أخطارها على صحتك وصحة أطفالك. يلا بينا. اولا، يعني ايه دهون مهدرجه ومتحوله؟ هو تحويل اي نوع من انواع الزيوت النباتيه من الصوره السائله الى الصوره الصلبه، وده بيكون باضافه الهيدروجين وتحت ظروف معمليه خاصه. كان زمان الشركات بتروج للسمنه النباتي والزبده النباتي على انها صحيه اكتر من الزبده الحيواني والسمنه البلدي، وكان السبب في الترويج ده انها اخف على القلب وقليله في الكوليسترول او اقل في الكوليسترول واقل في السعرات الحراريه وكمان اقل في التكلفه. لكن العلم كشف العكس تماما، اثبت انها بتسبب امراض القلب القاتله، وده طبعا وفق منشور تم نشره سنة 2018 ونشرته هيئة الغذاء والدواء FDA، وأثبت إن الدهون المهدرجة والمتحولة بتزيد من الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL، وبتقلل من الكوليسترول النافع اللي هو ال HDL، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية بمعدل 34%. وكمان دراسة كان تم نشرها سنة 2014 نشرتها جورنال انجلاند اوف ميديسن، أثبتت بدراسة أجريت على 140 ألف شخص إن الاستهلاك اليومي للدهون المهدرجة بيرفع من خطر الجلطات القلبية بنسبة 34% والموت المفاجئ بنسبة 28%، وكمان بتزود من خطر الإصابة بالتدهور العقلي والزهايمر، وده وفقا لدراسة نشرتها نيورولوجي جورنال سنة 2019، وأثبتت إن الدهون المتحولة بتسبب التهابات في الدماغ مما يسارع من تآكل خلايا الدماغ، وده يزيد خطر الزهايمر بنسبة 75%. طبعا زي ما احنا عارفين، التهابات يعني شوارد حرة ماشية في الجسم تسبب تغيير في معالم المكان اللي موجودة فيه، سواء كان بنكرياس، دماغ، مفاصل وهكذا. وكمان اثبتت الوكالة الدولية لابحاث السرطان ال IARC تابعة لل WHO سنة 2020 ان الدهون المهدرجة مصنفة ضمن مواد مسرطنة للانسان، خصوصا لسرطان القولون والثدي، وكمان بتزود من خطورة الاصابة بالسمنة وامراض السكري وخاصة النوع الثاني منه، وده بسبب طبعا الشوارد والالتهابات الناتجة عنها اللي بتخش على البنكرياس، بتغير من ملامحه وخلاياه وبتخليه اقل كفاءة في التعامل مع السكر واقل في حساسية انتاج الانسولين، وده وفقا لدراسة نشرتها جامعة هارفارد سنة 2021 كشفت ان الدهون المهدرجة بتخرب طريقة الجسم في التعامل مع السكر، وده بيؤدي للسمنة المفرطة ومرض السكري من النوع الثاني. طيب دلوقتي ايه اشهر المنتجات اللي موجود فيها الدهون المهدرجة والمتحولة دي؟ اولا كده وفي البداية ركز معايا يا صديقي، في دراسة اجريت سنة 2021 في جامعة هارفارد وكانت على اكتر من 500 منتج، واثبتت بعد الدراسة وتحليل المنتجات دي ان 78% من المنتجات اللي بتستخدم لفظ خالية من الدهون الضارة بتحتوي على دهون مهدرجة، و92% من الإعلانات اللي بتروج للمنتجات دي وبتستخدم جملة منتج طبيعي، ده بيكون خدعة لبيع السموم. دلوقتي نقدر نقول تلاقي الزيوت المهدرجة دي فين؟ أولا في السمنة النباتي بأنواعها، طبعا زي ما انتم عارفين طعم الزبدة الصفراء وطعم الزبدة النيوزيلندي وطعم السمنة البلدي، وطبعا في جميع المعجنات والبسكوتات والشيبسي والنودلز، وحتى في بعض أنواع القهوة سريعة التحضير. يعني ببساطة كل مرة بتاكل فيها أو حد من عيلتك الأطعمة دي فأنت بتمهد الطريق لأمراض خطيرة جدا وانت مش واخد بالك. طيب دلوقتي ايه البدائل الصحية اللي اقدر استخدمها عشان احافظ على صحتي وصحة عيلتي؟ طبعا هنرجع ونقول ونكرر يا صديقي، ارجع للطبيعة، ارجع للحاجة اللي ربنا خلقها، وما تستخدمش اي منتج ما انتش عارف مصدره ايه. تعالى دلوقتي اقول لك على بعض المنتجات. اولا زيت الزيتون، زيت الزيتون بيخفض خطر امراض القلب بنسبة 35%، وده وفقا لدراسة من جامعة هارفارد. ثانيا زيت جوز الهند يزيد الكوليسترول الجيد ال HDL بنسبة 15%، وده وفقا لمجلة BMJ. وزيت السمسم والسمنة والزبدة البلدي هي دي افضل البدائل.
بس خلي بالك لو هتستخدم الحرارة فعليك وعلى السمنة البلدي او الزبدة البلدي او زيت جوز الهند، لانهم بيتحملوا الحرارة وما بيتأكسدوش. طيب الحاجات دي غالية يا عم؟ طبعا الحاجات دي ممكن تكون غالية، بس صدقني مش اغلى من صحتك وصحة اطفالك، واللي تصرفه على الاكل احسن ما تصرفه على الدواء. في النهاية في كام واحد اتكلم عن اخطار التدخين الرهيبة. صدقني يا صديقي الدهون المتحولة والمهدرجة ما تقلش عن اخطار دي، ده يعد قاتل صامت في اكلاتنا. وشركات الاغذيه اللي بتخدعنا كل يوم باعلاناتها. ويا ريت نرجع للطبيعه، نرجع للحاجه اللي ربنا خلقها واحنا عارفينها وعارفين مصدرها. صدقني هنسلم وهنكون في صحه جدودنا وهتقل الامراض زي زمان. في الختام لو الفيديو ده فادك شاركه مع اكبر عدد من الناس. عاوزين نوصل المعلومه دي لاكبر قدر من الناس يا جماعه، وصدقني صحتك مش لعبه.